مساء الخير عليكم، ونتمنى ان انتوا تكونوا بخير، ونتمنى ان ينال مضمون الحلقة اعجابكم. في البداية احب انوه واكد ان اي ظاهرة بنعرضها بنعمل تسليط للضوء عليها، وبنوضحها بدون توجيه اي اساءة او نقد، وبنسيب ليكم انتوا القرار. هدفنا التوعية وعرض الوجه الآخر للظاهرة اللي بنتكلم عليها، والحلقة دي استثنائية، وهنرجع بعد كده نكمل سلسلة انت مين فيهم مع بعض بإذن الله. ويلا بينا نبدأ حلقتنا اللي هنتكلم فيها عن نورهان، قاتلة والدتها ببورسعيد بمساعدة عشيها حسين. يا ترى نورهان وحسين جناه ولا مجني عليهم؟ وعشان ما نستغربش احنا اتأخرنا في عرض الموضوع ده ليه، لان احنا بنحب يعني نعرض الموضوع بالتفصيل على قناتنا، ويبقى موضوع متكامل قدام المستمعين الأعزاء بتوعنا علشان تحكموا على الموضوع بكل حيادية. ويلا بينا نتعرف الأول مين نورهان. نورهان اسمها نورهان خليل، من بورسعيد، عندها 20 سنة، طالبة جامعية. والدتها كانت بتشتغل يعني مشرفة عمال في مستشفى الحياة ببور فؤاد. وكانت والدتها دي عندها 42 سنة. لها أخين، واحد أكبر كبير يعني التانية ثانوي، والأخ التاني صغير في أولى إعدادي. ووالد نورهان هو الأستاذ خليل، هو بيعمل كتاجر. كانت نورهان بتعمل يعني بتشتغل أثناء دراستها في صورة إنها بتدي دروس خصوصية لأولاد الجيران في المنطقة اللي حوالين سكنها، اللي هو فين بقى؟ في 138 بحي الفيروز ببورسعيد. من خلال الشغل ده اتعرفت على حسين شريكها وعشيقها في القتل لأمها، اللي كانت على علاقة بيه عن طريق إنها بتدي لأخوه درس. طبعا أخوه ده اللي هو أخته، مش أخوه ولد يعني، عشان هو حسين هنعرف مع بعض إنه له 3 إخوات بنات. في يوم 14/12/2022 نفذت نورهان وحسين حادثة القتل لوالدتها بكل بشاعة. وهي يعني اتجهت يعني النيابة وضحت بالدليل القاطع لكل الأدلة الجنائية ضد الاتنين دولت وهم المرتكبين الجريمة، عن طريق الرسائل والمكالمات من بداية التخطيط للجريمة دي لحد ما نفذوها. وصفت النيابة العامة لنورهان بأنها الحية الجاحدة. الحية يعني التعبان، ده نوع من التعابين الجاحدة، لأنها باعت نفسها لشهواتها ورغباتها القذرة الجنسية، وده طبعا لقسوة طريقة القتل والذبح اللي اتعملت في جريمتهم للتخلص من والدتها. ومش بس كده، ده كمان في شهود على علاقة نورهان مع حسين المشبوهة. وكمان حسين لما اتمسك أرشد على الأدوات اللي استخدمها اللي كانت من جوه بيت نورهان لارتكاب الجريمة، وأقر مشاركة نورهان معاه. وتيجي المفاجأة الكبرى إن نورهان مش عذراء، وإنها سيدة نتيجة إنها عملت علاقة كاملة مع حسين، مش مرة واحدة، لا أكتر من مرة. وكانت أول مرة تعمل العلاقة دي داخل حمام بيتهم أثناء استحمامها. لما دخل حسين بيت نورهان زي عادتها وأهلها مش موجودين، وحصلت الواقعة دي. وبعد كده تعددت اللقاءات الجنسية ما بينهم في بيت حسين وبرضه في بيت نورهان، وهنعرف برضه ده بالتفصيل من شهادة أهل حسين مع بعض في حلقتنا. على فكرة اللي احنا بنقوله ده مش خوض في الأعراض، دي من اعترافات نورهان نفسها في النيابة العامة. ومن ضمن اعترافاتها انها ساعدت حسين للتخلص من والدتها بعد ما والدتها كانت شاكة في وجود علاقة مش طبيعية بين حسين ونورهان، وخصوصا لما دخلت والدتها في يوم لقيته نايم جنبها. ولما صحت والدها اللي هو الأستاذ خليل لسؤال حسين ايه اللي بيجرى دوت وليه قاعد في بيته ونايم جنب بنته، كان مبرر حسين غريب جدا، ان هو بيقول له كان بيجري من دورية، وعلشان هو طبعا طلع ان له سجل اجرامي وفتح بابهم بالبطاقه الشخصيه بتاعته، وانه دخل ينام على اساس ان نورهان دي اخوها اللي هو في تانية ثانوي، ونام جنبه من غير ما ياخد باله ان دي نورهان. طبعا يعني كلام غريب ومريب. ومن هنا كانت إشارة الشك عند والدة نورهان، وخصوصا ان والد نورهان ما خدش اي اكشن، لان هو اكتشفنا يعني في التحقيقات ان هو سلبي جدا وبيخاف من كلام الناس ومن القيل والقال. وفي نفس الوقت دي كانت إشارة التخطيط للتخلص من والدة نورهان، لأن كان عقاب والدة نورهان، لأن هي اللي كانت يعني صح يعني إيه، هي اللي مقايدة السفينة يعني.
فهي كانت والدة نورهان هي اللي عملت العقاب على بنتها لما حبستها ومخلتهاش تنزل تروح الجامعة وسحبت التليفون بتاعها، في حين أبو نورهان كان سلبي ومرضاش يعمل مشاكل تحت مبدأ ان هو ما بيحبش الفضايح ومش يعني ومشى حسين. وعشان الأم بدأت تشك وتخنق نورهان زي ما هي قالت برضو في اعترافاتها، فقررت التخلص منها. النيابة كمان أثبتت إن نورهان على علاقة غير شرعية بحسين، بالعلم إن نورهان مخطوبة لواحد تاني، وهي بنفسها قالت إن هو محترم وابن ناس وبيشتغل شغلانة محترمة. طبعا مش قالت له إنها مش بنت ولا إنها بتخونه مع واحد تاني. والأكتر من كده هي وافقت على الخطوبة لأن هي شايفاه مناسب للحياة فقط لا غير. يعني اللي هتتعجبوا له بقى ان الخطيب ده فضل يدعم نورهان، مقتنع ان حسين اغتصب نورهان وان نورهان ما كانتش بتعمل علاقة بمزاجها، وان كمان حسين ابتزها، ورفض تماما اعترافات نورهان بنفسها اللي اعترفت انها عملت العلاقة دي بمزاجها واكتر من مرة مع حسين، وان حسين هي بتكون له مشاعر. واضح ان الصدمة كانت كبيرة عليه، وكمان ان واضح ان بيحب الشو وبيلفت النظر، بيركب الترند من تصريحاته الغريبة ومساندته ليها لآخر لحظة. تيجي بقى مفاجأة من العيار التقيل قبل جلسة الحكم عليها. الأستاذ خليل والد نورهان طلب التنازل عن حقه المدني في القضية عشان هو شايف من وجهة نظره انه كده بينقذ بنته من حبل المشنقة. والمحكمة بالفعل قبلت هذا التنازل، ولكن كان حكم المحكمة عادل وهو تحويل أوراقها لمفتي الديار المصرية. وكان يعني مفتي الديار أوصى بتأييد حكم الإعدام. ده طبعا حق الله، وكان نورهان رد فعلها ملفت جدا للنظر بعد تأييد الحكم عليها بالإعدام. قالت نصا كده جايه لك يا أمي. احنا عايزين بس نشير لنقطة مهمة، ان الأستاذة اللي كانت بالصدفة معاها في الحبس، اللي كانت ما عندها مشكلة شيكات واللي خرجت بتقول كلام على لسانها، هي الكلام ده غير صحيح، وكانت بتحاول بس بتستعطف الرأي العام وكمان تركب الترند. وخلينا نتأكد ويعني نوضح مع بعض ان الرأي العام مش بيتأثر يعني اي مشكلة بيدخل فيها رأي عام مش بتأثر على حكم القضية. طب احنا ليه بنقول كل ده؟ احنا بنقول كل ده علشان نعرف يعني المعلومات ديت وسلوك نورهان وطبعها وشخصيتها، عشان نعرف هي مجني عليها ولا جاني. خلينا واضحين، هي نورهان تعتبر مجني عليها بعد ما وضحنا سلوكها وتربيتها. بداية لازم نتفق ان نورهان قاتلة، وهي في وعيها عشان تغطي على سلوكها اللي بيرجع للتربية والنشأة الغير صحيحة، وكمان شخصية الأب الضعيفة اللي مش بتاخد أي أكشن قوي في المواقف الصعبة وخوفه من كلام الناس. زائد إن نورهان للأسف كانت خاينة. طب هي جابت السلوك ده منين؟ من نشأتها وتربيتها الغلط. وما كانتش بس خاينة لخطيبها، هي خانت الكل، حتى خانت نفسها. وده اللي أكدته لقاءات عديدة مع أصحاب المقربين للأم اللي اتقتلت على إيد بنتها وعشها، واللي كلهم أجمعوا إن نورهان مش متربية وإنها مش مجني عليها، وإن الدلع الزايد في البيت هو اللي وصلها لكده. بالعلم إن الكل أجمع إن الأم ست محترمة ومحبوبة وعندها أخلاق، ولكن التربية والنشأة وظروف الأسرة نفسها ما كانتش سوية، وخرجت واحدة بالسلوك والجبروت ده. طب إحنا كده عرفنا مين نورهان، وعرفنا هي قاتلة أم مجني عليها. تعالوا بقى نحلل ونتعرف على حسين العشيق واللي شاركها في الجريمة اللي هزت مصر. حسين طالب بيبلغ من العمر 15 سنة، يعني أصغر من نورهان ب5 سنين، وده بيصنف في القانون المصري إن هو طفل، وهو جار من الجيران لنورهان ومن سكان نفس الحي والمنطقة اللي فيه نورهان، واللي بيتردد عليهم بحجة الجيرة، بجانب إن نورهان بتدي درس لأخته، ووالده متوفي ووالدته كفيفة عايشة معاه ومع إخواته البنات. المفاجأة بقى إن هيئة الدفاع عن الأم القتيلة، يعني المحامي بتاع اللي بيترافع على حق الأم القتيلة، قدم مستندات رسمية بتدين حسين إنه له سابقة قديمة بنفس طريقة القتل والتعدي، وهي استخدام زجاجة في خناقة سابقة له. يعني حسين له سوابق، وده اللي خلاه يجري من البوليس في الدورية والمنطقة كلها عارفة. ما تستغربوش ان طفل عنده 15 سنة بيبقى بلطجي وقاتل وكمان له سوابق، ومش بس كده، ده شمام كمان.
في الزمن ده. تيجي المفاجأة التانية اللي تخص حسين، ان المحامي بتاع حسين اعتمد على التسجيلات الصوتية اللي بينه وبين نورهان، اللي النيابة العامة أقرت إن نورهان حية جاحدة وثبتت إن هما الاتنين مشتركين في الجريمة. حب إن المحامي بتاع حسين يوضح إن الجاني الرئيسي هو نورهان، وإن نورهان هي المخططة لقتل أمها، وإنها عشان أكبر من حسين ضحكت عليه، وكمان استدرجته لصغر سنه، وعلشان رسمت عليه دور الحب والحنان وتعلق بيها. هسيب لكم انتوا بقى التعليق. ومش بس كده، ده طلب من القاضي كمان تعديل الوصف بتاع القضية من قتل مع سبق الإصرار والترصد إلى ضرب أدى إلى الموت. وهنا لازم نوضح إن حسين قتل أم نورهان بكل بشاعة مشاركة بنورهان عن طريق خبطها بخشبة فيها مسامير على دماغ القتيلة وهي نايمة، وبعد كده جاب مية سخنة وبتغلي ورماها عليها، بعد كده دبحها بزجاجة في عنقها. عشان كده المحامي بتاعه شايف إنه قتلها بالغلط، وإنه ضحك عليه من نورهان، بالعلم ان انا باكد تاني ان اتثبت في المستندات اللي اتقدمت للمحكمه ان حسين له واقعه شبيهه بنفس الزجاجه مع سيده اخرى. فلما تحكموا في الموضوع ده كمستمعين تبقى الحقيقه قدامكم واضحه عشان تحكموا بالحق. بما ان القاضي قال قراره النهائي وهو اعدام نورهان لانها ناضج بالغ بتهمة القتل العمد لوالدتها، تم الحكم كمان على حسين بس لانه طفل تم تحويله الى محكمة جنايات الطفل للنظر في القضية والحكم عليها طبقا لقانون رقم 12 لسنة 96 والمعدل لرقم 126 لسنة 2008. وفقا لقانون الطفل بتكون عقوبة حسين 15 سنة سجن لقتل والدة نورهان بيقضيها في الإصلاحية، بعد كده طبعا بيطلع لنا. طب انتوا تتوقعوا ان مفاجآت حسين واهله خلصت؟ اكيد لا. حسين اتربى في عيلة مفككة، ووجود الاب لعب دور مهم في سلوكه الاجرامي. ومش بس كده، والدته ما ربتوش ولا عرفت توصله يعني ايه اخلاق وتربيه، معتمده ان هي يا عيني فاقده بصرها. لا، هي مش حته انها فاقده بصرها، هي فاقده اصلا يعني ايه تربيه صحيحه. ده اللي بنوضحه ليكم بالدليل. دخلت او يعني شاركت الام دي ام حسين في مداخله تليفونيه، قالت ايه بقى؟ ان هي ست يا عيني فاقده بصرها، وان لها 3 بنات من ذوي الاعاقه العقليه. عايزين نحط بس خط كده وهايلايت واضح ان هي بتقر ان هي فاقده بصرها، انها عندها 3 بنات ذو اعاقه عقليه، علشان احنا هنعرف بعد كده البنات دول عملوا ايه اللي عندهم ذو اعاقه عقليه يعني، واللي كانوا في واحده منهم نورهان بتديها درس ماشي. زائد ان حسين كان بيشتكي من راسه كتير وانه بيرفض انه يروح يكشف. ده بجانب ان نورهان كانت بتشوف حسين كل يوم من 8 الصبح ل 12 بالليل، بعلم من امها اللي قتلتها واخوها احمد وجارتها سوريا الشاهد في القضيه. وقالت ان بنتها اللي لسه بتقول انها ذات اعاقه عقليه كانت بتحكي لها ان نورهان بتيجي في بيت حسين في اوضته، اوضه نومه وعلى سريره، وبتقعد المده دي كلها من 8 الصبح ل 12 بالليل، ادينا عقلك، وبيشربوا مع بعض حاجه اسمها استنج، وبيشموا حاجه بيضه كده. زائد ان الترنج اللي ظهر بيه حسين خلال جلسات المحاكمه دي نورهان اشتريته له ب 600 جنيه. طب معلش بقى، يعني من اللي بتقوله الحاجه ده انتوا مستوعبين هي عايزه توصل للرأي العام والمستمعين ايه؟ ماشي، ابنها وبتحاول تدافع عنه بكل الطرق بس من غير ما تحمله المسؤولية. امال يا ستي انت ازاي رضيتي انها تقعد على سرير ابنك في اوضته ويعملوا كده، بما ان بنتك اللي عندها اعاقة بلغتك؟ يعني هي واعية اهي والبنت فاهمة ايه اللي بيحصل. وده بيوضح وبيثبت ان تقرير الطب الشرعي اللي قال ان نورهان مش عذراء وانها مارست العلاقة اكتر من مرة، يعني والدة حسين مشتركة بطريقة غير مباشرة في العلاقة ديت، وكمان ساعدتهم في القتل اللي حصل. ازاي؟ بسكوتها وموافقتها على كل الغلط دي، وعلى كمان العلاقة الغير مشروعة اللي كانت بتحصل في بيتها وعلى سرير ابنها وبنتها اللي بلغتها بكده. ده غير موضوع الشرب والشم، يعني شمام وسكري. وغير اصلا ازاي بنت عندها اعاقة عقلية وفاهمة هما بيعملوا ايه وبتنقله لوالدتها الست اللي استخدمت الكذب عشان تداري على عملة ابنها، زي المحامي بتاعه اللي اعتمد على عدم توضيح الحقيقة عشان يقلل الحكم ونسيب ليكوا برضو انتوا الحكم والقرار بعد كل اللي بنعرضه ده. يا جماعة احنا عايزين نوصل ان نورهان وحسين جناه مش مجني عليهم، على أسرتهم
وعدم التربية وعدم الترابط، وده اللي شفناه النتيجة الكريمة اللي أثرت وهزت مصر كلها. وده نتيجة انتشار الأفلام الأباحية وعدم التربية الصحيحة والمواقع مش طبيعية والبرامج والفيديوهات اللي بنشوفها وانتشار المخدرات ويعني السلوك اللي مش طبيعي. بكده نكون خلصنا حلقتنا، ونتمنى أن ننال إعجابكم، وكل سنة وانتم طيبين وبخير ورمضان كريم. وما تنسوش الاشتراك بقناتنا وصفحتنا على الفيسبوك واللايك والشير، ومنتظرين الكومنتات بتاعتكم عشان هي بتهمنا. ولا تنسوا تفعيل الجرس، وأشوفكم على خير في الحلقة القادمة بإذن الله.